واش في اخباركم باللي عندنا دبابه بشريه في المنتخب المغربي؟ نعم، اسماعيل سيباري، اللاعب اللي غيمشي لبايرن ميونخ ب 45 مليون يورو. اجي بعدا، واش هاد الخبار حقيقيه ولا غير طالقينها علينا؟ في هاد الفيديو غادي نعرفوا كلشي، ما تنساش لايك والاشتراك ويلا بينا. اسماعيل سيباري، اللاعب اللي مؤخرا خدا جائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي، اللاعب اللي مؤخرا بدا وهبي كيعتمد عليه كمهاجم. أجي بعدا، واش سيباري كيلعب مهاجم؟ لا، سيباري تكون من صغره باش يلعب خط وسط الميدان، وبالأحرى في صانع الألعاب، لكن مع الخطة اللي كيمشي بها مدرب محمد وهبي بدا كيعتمد عليه كلاعب ستريكر. اجي نفهمك مزيان. كما كنعرفوا المدرب محمد وهبي ما كيلعبش بالتسعود، اي ما كيلعبش مهاجم، كيلعب بمهاجم وهمي، والمهاجم الوهمي جبر فيه كل الصفات واللي هو اسماعيل سيباري. اسماعيل سيباري اللي كيمتلك كتلة عضلية رائعة جدا كتعاون في الالتحامات والمراوغات، وبلا ما نهضروا على مركز الثقل اللي عنده. مركز الثقل عنده كيعاونوا على التسديد والمراوغات، وبما انه كيلعب كصانع العاب 10 و8 وبعض المرات كيلعب حتى جناح، هادشي اللي كيخليه ما يبقاش ينتظر الكره في مربع العمليات، بل كيخرج يطلبها. واخا كيلعب سترايكر كيخرج الى وسط الميدان باش يطلب الكره، وهادشي اللي كيخلي المساحات للاجنحه اللي عندنا صراع مثل الزلزولي وابراهيم دياز. وهذا هو الأسلوب اللي كيعتمد عليه محمد وهبي، واللي بسببه دا كأس العالم للشباب. ودابا وصلنا للوقت المعقول، واش بصح اسماعيل سيباري باغاه باير؟ نعم، اسماعيل سيباري تواصل مع المدرب كومباني ووافق على كل الشروط، ولكن المشكل الأكبر هو عدم التفاهم بين الفريقين، حيث أنه بايرن ميونخ عطات في هذا اللاعب هذا 48 مليون يورو، ولكن جاء الفريق اللي كيلعب معهم سيباري اللي هو ايدهوفن وقالوا لهم ما غاديش نطلقوا اللاعب الا وعطيتوناش 60 مليون يورو. ودابا الفريقين بجوج بهم كيحاولوا يفتشوا على نقطه واحده من الشركه باش يتفاهموا، حيتاش باير باغاه بزاف وايندهوفن محتاجه في الفلوس باش تعاود بناء الفريق. كاملين بينا كنعرفوا باللي اسماعيل سيباري كيتواجد الان في ميريكان باش يوجد المعسكر التدريبي ديال المنتخب المغربي للمشاركه في كاس العالم 2026، وهذا الشيء هذا اللي عطى معنويات كبيره لباير اللي خداو واحد الفكره رائعه جدا، واحد الخطه عبقريه. الخطه كالتالي، هي انهم غادي يديروا ليه الفحوصات في ميريكان بلا ما يعذبوه يجي حتى لاوروبا، وهذه الخطه هذه غادي تكمل الصفقه 100%، والصفقه غادي تكون شبه قانونيه جدا، ونتمنوا التوفيق للسيباري. لو وصلتي لهنا ما تنساش دير لايك والاشتراك في القناه، وكتب كومنتير كتشجعني فيه، راني كنقرا الكومنتيرات ديالكم كاملين. تهلاو.